أهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم في هذا الفيديو الذي سنعرض فيه الخبر عن الفنان المغربي المشهور سعد المجرد في حكم قضيته التي مرت عنها 7 سنوات. يوم الجمعة 24 فبراير 2023 هو يوم أبيض في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا حديث إلا عن المغني سعد المجرد المغربي المشهور، إذ أن الجميع كان ينتظر الإعلان عن الحكم النهائي بعد 5 أيام من الجلسات وتفاعل العديد من الشخصيات الوازنة مع الحكم الذي طال سعد المجرد، حيث قررت المحكمة الابتدائية بباريس إدانة سعد المجرد 6 سنوات حبسا، وهو الأمر الذي لم يطقه متابعوه وأصدقائه وأقربائه وأمه وعائلته إلى غير من ذلك والمغاربة عموما كشعب. ونشرت والدة سعد المجرد تدوين تفاعل معها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأخذت الحصة الأكبر في المتابعة، حيث كتبت على حائط حسابها الشخصي في مواقع التواصل تبادل الصور والفيديوهات انستغرام: أنا لا أخاف الموت بقدر ما أخاف أن أعيش يوما بدون أبنائي. وختمت قولها بدعائها للخالق: اللهم خذ من عمري ورد أولادي ولا أقوى فراقهم. هذا هو ما كتبته الفنانة الفنانة المغربية نزهة الركراكي بعد القرار الذي اتخذ في حكم على ابنها سعد المجرد، الذي كان بتاريخ 24 فبراير 2023 يوم أمس، يوم الجمعة. هذا هو خبرنا اليوم، لا تنسوا دعم القناة. شكرا لكم وإلى اللقاء، نلتقي في خبر جديد وفي معلومات جديدة. إلى اللقاء.